يعني قبل ما نبدأ كده، انا عارف ان اتأخرت تقريبا اسبوعين عن تنزيل فيديوهات. 13 يوم ما نزلش ولا فيديو على القناة هنا، ولكن ده لأسباب مفيش سبب الصراحة، ولكن ده مزيج ما بين الكسل وما بين الدراسة. تاني حاجة، الناس اللي هتعلق ايه ده انت وشك صغر 5 سنين لورا، لا يا جماعة، ده مجرد يعني الشخص اللي انا بحلق عنده، يعني ربنا يكرمه، مش عارف ايه اللي عمله في راسي اللي بقت شبه الدومة دي. انا شبه الدوبه. المهم، في الفيديو ده جاي اكلمكم عن اهم المزايا الجديده والاجهزه اللي هيوصل لها تحديث شركه ريلمي الجديد، ريلمي يو اي 2.0، وكمان مع اندرويد 11. المهم يعني جبت لكم 6 فيتشرز جديده او 6 مزايا جديده هكلمكم عنها في الفيديو ده، او دول اهم مزايا بالنسبه لي. بس كده قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو، انزل اعمل لايك عشان الفيديو يبدا، او يوتيوب وخوارزميات يوتيوب تبدا ترشح الفيديو ناس اكتر، فبالتالي الفيديو يجيب عليه فيوز اكتر، فبالتالي ناس اكتر تستفيد، فبالتالي ناس اكتر يجوا ويعملوا لايك عشان ناس اكتر تشوف الفيديو، ناس تانية اكتر تستفيد، بما اني بقدم محتوى ما حدش بيقدمه خالص. يعني مش مهم، اعمل سبسكرايب برضو، وانزل اكتب لي كومنت بنوع موبايلك، عشان لو انت مش عاوز تكمل لحد نهايه الفيديو واقول لك الموبايل ده هيوصل له ريلمي يو اي 2.0 ولا مش هيوصل له. بس كده خلينا مكملين في محتوى الفيديو. اول ميزه ان هم ضافوا سمات جديده او اشكال جديده لميزه او خاصيه الاولويز ان ديسبلاي، وكمان قارئ البصم الموجود تحت الشاشه او الانيميشن دي. يعني شكلها ظريف جدا، هم تقريبا 5 سمات، فيعني انا معجب جدا بشكلهم. ولكن الميزه دي طبعا متفعله غير مع الموبايلات اللي شاشتهم سوبر اموليد او ايموليد عاديه، يعني اي نوع من شاشات الاموليد. ولكن يعني اي نوع تاني او اي نوع تاني من الشاشات اي بي اس ال سي دي تي اف تي مثلا، الميزه دي مش تبقى موجوده عندهم خالص. تاني ميزه ان هم حاسين في الدارك مود على اساس ان هو يشتغل في كافه انحاء السوفت وير، وشكله يعني جميل قوي. انت ممكن تتحكم بدرجه سطوع وتباين الدارك مود على حسب راحه عينك يعني. وكمان الايكون باك والويل بيبرز بقت تتكيف وتتاقلم مع الدارك مود، وشكلها ظريف قوي وشكلها ظريف جدا. كمان تقدر تكستمايزيشن او تخصص زي ما انت عاوز، كله يعني على حسب راحه عينك وعلى مزاجك. الميزه الثالثه ان هم غيروا الكنترول سنتر او الكنترول بانل، غيروه يعني عشان يبقى شكله ملائم مع اندرويد 11. وصراحه يعني انا شايف انه الشكل القديم احلى، والشكل القديم اروق واروج بكتير. ولكن انت ممكن ترجع للشكل القديم من الاعدادات او من الضبط او من السيتنجز زي ما انت عاوز، ممكن ترجع للشكل القديم. ولكن انا بالنسبه لي الشكل القديم هيبقى افضل بكتير من الشكل الجديد. الميزه الرابعه واللي هي موجوده حاليا في اي سوفت وير مع عند سوفت وير شركه ريلمي، يعني الا هي ميزه الفلوتنج ويندو او البي اي بي، البيكتشر ان بيكتشر. يعني ده حتى ابل حطها في موبايلاتها، فيعني شركه ريلمي اتاخرت حبتين عشان تحطها، ولكن يعني ان تاتي متاخرا احسن من انك تجيش خالص. ببساطه انا هقول لكم ايه هي. يعني انت مثلا بتفتح فيديو يوتيوب، وبعدين تطلع من يوتيوب تخلي اليوتيوب كنافذه منبثقه مثلا، وبعدين تدخل مثلا على الفيسبوك، تقعد تقلب في فيسبوك مثلا او انستجرام او على اي حاجه، وبعدين وانت برضو بتشوف الفيديو، فتتفاجئ انت هتعمل حاجتين في نفس الوقت. شايف يعني ميزه لطيفه، ولكن انا موجوده من زمان وهي موجوده حاليا في موبايلي، ولكن انا مش بستخدمها خالص. هي ميزه تسويقيه اكتر ما هي ميزه فعاله، ولكن في ناس هتستفاد من الميزه دي. الميزه الخامسه ان هم حسنوا من اداء البطاريه. اداء البطاريه كان كارثه حرفيا في ريلمي 3 وريلمي 3 برو وريلمي 5 وريلمي 5 برو. كل مستخدمين الموبايلات دول كانوا بيشكوا من اداء البطاريه. اداء البطاريه عندهم ما كانش كويس خالص، او ما كانش كويس اطلاقا. معرفش ايه السبب، ولكن يعني نزلت شركه ريلمي في السوفت وير ابديت الجديد ده اللي هو ريلمي يو اي 2.0 هيحسن شويه من اداء البطاريه، فدي برضو حاجه كويسه جدا. وتاني حاجه كمان ان هم هيحسنوا من اداء الموبايل عامه. مش عارف ازاي دي هيعملوها، ولكن اكيد عندهم خوارزميات والمبرمجين القائمين على سوفت وير ريلمي اكيد هم عارفين بيعملوا ايه. وصراحه يعني متحمس جدا ان اجرب الريلمي يو اي 2.0. سادة ميزة بقى واللي هي من اهم المميزات بالنسبة لي، ولا هي انك انت ممكن تكستمايزيشن وتخصص الموبايل زي ما انت عاوز. يعني ممكن تغير الايكون بتاعت الموبايل، تنزل ايكون تانية ومن غير ما تنزل لانشر مثلا، لا تثبتها على اللانشر الرئيسي بتاع الموبايل. تغير الفونتات مثلا، تحط فونت تاني، تخصص زي ما انت عاوز، تفصل موبايلك على مزاجك. فدي ميزة رهيبة مش موجودة في اغلبية السوفت ويرز مثلا الا في الكايرو او اس 11، بس اي سوفت وير تاني مش موجوده فيها. والميزه دي حرفيا من الحاجات اللي انا متحمس ان انا اجربها في الريلمي يو اي 2.0. هتكلم عنها بالتفصيل، ولكن انا لما اجرب السوفت وير ده فاستنوا فيديو مفصل هيكون على ريلمي 2 يو اي 2.0، بس لما اجرب اي موبايل مش ريلمي عليه السوفت وير ده. بس كده، دمتم في امان الله وحفظ رعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.